السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير جميعا. النهاردة زي ما انتم شايفين بقى كده هنعمل حاجة حلوة قوي، يا رب تعجبكم. هنعمل مع بعض السجق، وهنعمل انتوا عارفين انا لما بقف في المطبخ لازم اخترع لي اي حاجة كده، ما ينفعش اقف عشان حاجة واحدة. هفرز معاكم فلفل الوان. انتوا عارفين ان هو اليومين دول في السوق رخيص جدا. من فترة بسيطة قوي كنت بجيبه ب40 جنيه، النهاردة جايباه ب12 جنيه. فاللي عايز يلحق يخزن بقى كده ويفرز فلفل الوان يلحق بسرعة. هقطع الفلفل بقى زي ما انتوا شايفين كده، هقطعه شرايح صغيرة زي ما بنحطها بقى في المكرونة، في الكبدة، في الشاورما. قطعي الفلفل بقى بالطريقة اللي تعجبك. الحاجة لما بتكون جاهزة عندي في البيت بصراحة بتسعفني جدا، وبتسعف توتة بنتي لما بكون مش موجودة. طلع الكيس كده على طول، خلاص يبقى عملت مكرونة من اللي هي بتحبها وايت صوص. انا جبت كيلو واحد بس عشان اعمله معاكم، لكن انا بصراحة بجيب تاني وبعمل كمية حلوة كده. لما بلاقي الفلفل فعلا الالوان تمنه حلو ومعقول، بروح عاملة كمية كده وحطها في الفريزر، بتنفعني جدا. هقطع بقى بقية الفلفل كده وارجع لكم على طول. هنا كنت قطعت الفلفل زي ما انتوا شايفين كده، وحضرت مطلعه السجق عشان يفك شويه. انا بصراحه مستعجله، فيعني هعمل الاكل بسرعه بسرعه لان النهارده احنا صايمين. كل سنه وانتم طيبين، او العشرة الاوائل من ذو الحجه. كل سنه وانتم طيبين، يا رب يعود عليكم الايام بخير. هحط نص كميه البصل اللي انا مقطعاها قدامكم ديت، حلق بقى جوانح. المهم ان انا هحط نص كميه البصل اللي انا مقطعاها، شويه زيت صغيرين، وبدبل البصل كده، مش بحمره، انا بدبله بس. الفلفل اللي قطعناه بقى كده هاخده كله واحطه على البصل، يبقى شوية زيت والبصل والفلفل الالوان، وبقلبهم بقى تقليبة كده على النار. طبعا ما بسيبوش يستوي قوي، انا يا دوبك بدبله بس كده. بفضل اقلب فيه كده حوالي دقيقتين، وبروح طافية عليه وسايباه يبرد خالص. بيبقى جاهز معايا بقى البصل والفلفل الالوان، تطلعيه جاهز كده على اي حاجة عايزة تعمليها. جربي الطريقة دي هتعجبك جدا، وهتدعي لي لو عملتيها. بس كده حبايبي، خلاص انا طفيت عليه، هاخده بقى عشان يبرد. هسيبه لما يبرد خالص قبل ما احطه في الاكياس. هنا بقى كنت حطيت حل على النار، محضره طماطم، فلفل اخضر، بصل. طبعا هاخد جزء من فلفل الوان. مطلعه السجق بتاعي زي ما انتم شايفين، انا بحب احطه في ميه مغليه كده زي ما انتم شايفين. بصراحة بقى يعني ايد الجزار ما اضمنش برضو، يعني لازم اطهره كده بالماء المغلية. جربوه كده بالطريقة دي هيعجبكم جدا. بسيبه يغلي غلوة واحدة كده في المية، وبروح مطلعاه بالمصفى كده على على المصفى، وبشتغل بيه بقى عادي خالص بعد ما بحطه في الماء المغلية. بس هنا حبايبي طلعته اهو زي ما انتم شايفين، والفلفل بتاعي كان برد. هبتدي اكيسه بقى في الاكياس. انا ده عامله كيلو فلفل، انا بصراحه عملته على 4 اكياس. لو محتاجه بقى زياده باخد كيلو، كيس ونص. محتاجه اقل باخد نص كيس، حسب المقدار اللي انت هتشتغلي بيه بتاخدي. انا هنا عملت الكيلو على 4 مرات، لكن ما يمنعش ان انا لو احتجت حبه هاخدهم من الكيس التاني. احتجت حبه صغيره هاخد حبه من الكيس كده يعني. شغلي نفسك حاولي تصرفي نفسك بالمقدار اللي انت بتحتاجيه في بيتك. هنا 4 اكياس هعملهم، هخلي منهم كيس للسجق بتاعنا. جربي الطريقة دي هتعجبك فعلا قوي. انا بتقعد معايا من السنة للسنة، ما بيجرالهاش اي حاجة. انا مش مسوية الفلفل، انا يا دوبك مدياله كده تقلبتين على النار مع البصل. ده الكيس التالت اهو، هو كيلو فلفل عمل لي 3 اكياس هشيلهم، والرابع بقى انا هستعمله دلوقتي. بس دول اللي هحطهم على السجق. بس باخد منهم تاني، بزود الكيس. يعني انا شفت المقدار اللي انا هحتاجه للسجق وخليته اهو. هفضيه من الوك بقى، واخد الوك استعمله لل... للسجق بتاعي. بس هنا حبايبي حطيته على النار اهو، وحطيت معلقه سمنه. بقطع بقى بصوا سبت الوك على النار لما اتحرق مني، بس مش مشكله عشان انا كان مطرحه فلفل.
هو بينضف ما تقلقوش. بس هنا حبايبي بحط السجق وبقلبه تقليبه بقى كده، بحمره في السمنه الاول وببتدي اقلب فيه كده لغايه ما احس ان هو خلاص يعني اتشمع كده. بس هنا حبايبي بقى معايا بقيه البصل اللي انا خدت نصه للفلفل، هحطه على السجق بتاعي. بفضل اقلب فيه بقى كده، بحمر السجق مع البصل، مش بحمر البصل قوي بس هو بيدبل كده لغايه ما يخش في نص سوا. وده حبه الفلفل الالوان اللي انا كنت حاجزاهم اهو. بظبط بقى الحياء بتاعي كده والتتبيله بتاعتي، شويه فلفل اسود، شويه كمون، شويه كزبره، شويه توم باودر، شويه بهارات لحمه. بنظبط الملح بتاعنا، كتري واوعي تستخسري. السجق طبعا بيبقى عايز التوابل كده، بيبقى طعمه حلو فعلا، وهتشوفوا المنظر في الاخر بصراحه كان شكل وطعم جمال جدا. بفضل اقلب فيه بقى كده، من هنا بقى الريحه ابتدت تبان، ما اقولكوش على الريحه بقى اللي انا كنت شماها، والله كان جميل جدا. قلبته زي ما انتم شايفين كده. اول ما حسيت ان البصله بتاعتي خلاص دخلت في السوا، رحت حاطه الطماطم وهقلب تقليبه كده واسيب الطماطم بقى تتسبك خالص. بفضل اقلب فيه كده لغايه ما الطماطم بتاعتي تتسبك، مقطعاها طبعا مكعبات صغيره. احنا حطينا معلقه السمن وقلبنا فيها السجق وحطينا البصل عليه، قلبناه تقليبه حلوه كده، وبعدين حطينا الطماطم. هنا انا كنت غاسله شويه رز بسمتي، حطيتهم على النار وحطيت معاهم معلقه سمنه ومعلقتين زيت وكم واحده من اللومي وورق لوري وبهارات اللحمه. شكلت كده تشكيله حلوه من البهارات زي ما انتم شايفين، وهبتدي اقلب بقى في الرز بتاعي كده لغايه ما الريحه بتاعته تطلع. حطيت عود من القرفه، بس هنا انا كنت ناسياها لسه، بس هحطها دلوقتي. حطيت البهارات بتاعتي كلها زي ما انتم شايفين كده. انا بحب احط البهارات كلها على الرز، بصراحه بيطلع طعمه حلو قوي. ايدي برضو في السجق كده زي ما انتم شايفين اهو ابتدى يتسبك معايا. الطماطم طبعا عشان هو مفيهوش ميه اتسبكت بسرعه. بقلب الرز كده، ايد في الرز وايد في السجق اهو. هنا افتكرت القرفه رحت حطاها، بفضل اقلب بقى كده لغايه ما ريحه التوابل تطلع مع ريحه الرز. وانتوا عارفين الرز البسمتي الكوبايه بتاخد كوبايتين ميه، انا هنا كنت حاطه الكاتل يسخن عشان ازود الميه. هنا حطيت سنه صغيره من بودره الزعفران زي ما انتوا شايفين، وبفضل اقلب برضو فيه كده لغايه ما احس بقى ان الرز كده حصول معايا كده ونشف ودخل فيه، يعني هيبتدي يتحمر. بروح مدياله الميه بتاعته. حطيت الفلفل الاخضر على السجق زي ما انتوا شايفين، واحط الفلفل الالوان. خلاص دول كده اخر حاجه. هسيبهم بقى يغلوا غلوتين كده بالفلفل وهطفي عليه. الرز بتاعي برضو كان اتحمر خلاص والميه غليت، هجيب الميه اسقطها على الرز بقى خلاص. وكده الاكل بتاعنا كان خلاص قرب نطفي عليه كله عشان كان قرب الاذان يأذن. حطيت الميه زي ما انتوا شايفين كده وهسيبه لما يتشرب. هنا كنت خلصت زي ما انتوا شايفين، ادي السجق وجماله وادي الفلفل اللي عملناه. بصوا منظر السجق يعني كده حاجه ما اقولكوش على الجمال والطعم. ده كان السجق بتاعنا النهارده، كان فطارنا. وده الرز اللي عملناه. بصراحه يعني كان الاكل طعمه حلو قوي الحمد لله. انا كنت عايزه اعمل حاجه كده تفتح النفس للولاد عشان صايمين، فبصراحه يعني السجق كان حاجه كده فاخر من الاخر. ايه رايكم بقى في فطارنا النهارده؟ اتفضلوا معانا. ده الرز وده السجق وده فلفل الوان وده الخشاف بقى اللي انا برضو اعتبرت اليوم كأنه زي رمضان بالظبط. عملت لهم خشاف وعملت لهم عصير وظبطتهم عشان صايمين. وده كان نهاية الفيديو بتاعي. يا رب يكون عجبكم، يا رب ما كنتش طولت عليكم. ولو عجبكم الفيديو بتاعي النهارده ما تنسونيش باللايك الحلو والسبسكرايب والكومنت الحلو بتاعكم بيساعدني. هستنى رأيكم في التعليقات واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.